السلام عليكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. بالسلام دائما أبدأ، وفي القلب أحمل الحب لكم أجمعين. ومن بلد الأمن والأمان أبدأ بالله مستعين. أولى حلقات برنامج مع المستشار من قناة الشمس الفضائية التي أشرقت في سماء الإعلام العربي والمصري، ونتمنى أن نكون جزء من هذا النور الذي ينير الطرقات للمشاهد المحترم الذي لا يستحق منا إلا كل احترام وتقدير. هنبدأ على بركة الله برنامج مع المستشار، لأن احنا هيكون معانا فقرات مميزة ومختلفة من كل نواحي الحياة. هنناقش قضايا الرأي العام، وهنتكلم عن الفقرات من وجهة نظرنا، والأهم إننا هنعرف الناس حقوقها وواجباتها علشان نهتم وعلشان نحاول نلحق الجريمة قبل وقوعها، ولكن ولن ننسى طريق الخير. علشان كده هيكون عندنا فقرة مميزة هنقدر من خلالها إن شاء الله إننا نساعد الغارمات ونساعد كل الناس اللي محتاجة مساعدة. ودايما هنختم حلقاتنا بلقاء مع المستشار. المستشار ده ممكن يكون مسؤول متخصص، محافظ، وزير، علشان يكلمنا عن قضية الرأي العام اللي بنتناقش فيها أو بنتكلم عنها. مش عايز أطول عليكم، هنبدأ إن شاء الله برنامجنا، وأول فقرة معانا وهي ملخص لأهم الأحداث مع زميلتي هدير غريب، ولكن بعد الفاصل. استقالة الحكومة المصرية، والرئيس السيسي يكلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقبول استقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرة. وأوضح البيان أن التعديل المرتقب يهدف لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة. وأضاف بيان الرئاسة أن الحكومة الحالية مستمرة في أداء عملها لحين تشكيل الحكومة الجديدة. انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب لتقنين أوضاعهم نهاية الشهر الجاري. أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي عن انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد والمعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية قبل 30 من يونيو الجاري، وأنه سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لمن يتخلف عن تقنين أوضاعه اعتبارا من الأول من يوليو القادم. رسميا إدراج اسم مؤدي المهرجانات عصام صاصة على قوائم الترقب والوصول. أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بوضع اسم مطرب المهرجانات عصام صاصة على قوائم الترقب والوصول، وذلك بعد إحالته لمحكمة الجنايات بتهمة تعاطي المخدرات وتزوير محرر رسمي، بالإضافة لجنحة دهس العامل أحمد مفتاح أعلى الطريق الدائري. الفنان عباس أبو الحسن ينفي امتناعه عن سداد تكاليف علاج سيدتين بعد صدمهما بسيارته. نفى الفنان عباس أبو الحسن عبر منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ما تردد بشأن امتناعه عن سداد تكاليف علاج السيدتين، كما نشر الحساب الصادر من المستشفى التي كانت تعالج بها السيدتان والتي توفيت إحداهن متأثرة بجراحها. إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بكفالة 5000 جنيه. كان هذا موجز لأهم أحداث الأسبوع. نهاية الموجز. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل الطويل شوية. هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا. عندنا وزارة الداخلية والقيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة بتقوم بأدوار اجتماعية غاية في الأهمية. الناس متخيلة أو واخدة فكرة عن وزارة الداخلية إن هي خلاص بقى وزارة الداخلية يبقى ضبط الجريمة وضبط المتهمين وتنفيذ القانون، ولكن في الحقيقة عندنا مبادرة كلنا واحد اللي بتقوم بيها الدولة بالتعاون مع وزارة الداخلية وكل جهات الدولة. محتاجين نسلط عليها الضوء بشكل مكثف. ناس كتير جدا ما تعرفش الأماكن اللي موجودة فيها المبادرة والمنافذ بتاعة المبادرة، وده شيء مهم جدا لأن هو ده اللي بيهم المواطن المصري. أنا أهم شيء عندي إيه؟ إن أنا أحصل على الخدمات الغذائية وأحصل على احتياجاتي اليومية بسعر بسيط ومخفض، وده بالفعل موجود من خلال مبادرة كلنا واحد. هنشوف دلوقتي مع بعض تقرير للمبادرة، وأوعدكم إن شاء الله الحلقات الجاية إننا هننزل على أرض الواقع، نغطي أماكن المبادرات، نسجل مع الناس، نعرف أسعار السلع من خلال برنامج مع المستشار،
وتعالوا دلوقتي مع بعض نشوف التقرير ونرجع نكمل مع المستشار. السيرة الحلوة اللي بتفضل للواحد على قد ما يمشي، يعني اعمل خير وانت هتلقى الكل بحبك راح يمشي. السيرة الحلوة اللي بتفضل للواحد على قد ما يمشي، يعني اعمل خير وانت هتلقى الكل بحبك راح يمشي. استكمالا للنجاحات التي حققتها مبادرة كلنا واحد في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وبعد اجتماعات مع كبار الموردين والمصانع وأصحاب السلاسل التجارية، أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 26 من المبادرة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك اعتبارا من الأول من يونيو ولمدة شهر، لتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير غذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وسط تأكيدات من المشاركين فيها بتحقيق الوفرة في المعروض وبالتخفيضات المعلنة. المجهود الرائع اللي بتقوم به وزارة الداخلية في موضوع انتشار وتواجد الشوادر بشكل منظم، وكان في مشاركة ما بين الشركات وما بين التجار، ده كان ليه أثر إيجابي في تخفيض الأسعار وتوفير السلعة وإحساس المواطن بحالة من الأمان والاطمئنان. في منظور جديد للمبادرة، في تطوير للمبادرة، توسعنا في المبادرة في توسعات بإضافة شوادر رئيسية كبيرة. السيرة الحلوة اللي بتفضل للواحد على قد ما يمشي، يعني اعمل خير وانت هتلقى الكل بحبك راح يمشي. زي ما شفنا مع بعض الصورة ب1000 كلمة، والأيام الجاية إن شاء الله أوعدكم إننا ننزل لأرض الواقع ونعرفكم جميع المنافذ والأماكن اللي بتبيع السلع من خلال مبادرة كلنا واحد، وهيكون لينا الشرف إن شاء الله إن احنا نشارك معاهم وندعم ونقوم بدورنا في المشاركة المجتمعية من خلال مؤسسة علي فايز إن شاء الله، لأن بلدنا تستحق مننا الكثير والكثير. هننتقل من الأمن الغذائي ومن الأشياء الأساسية إلى قضية أخرى مهمة جدا. في الفترات الأخيرة سمعنا حوادث عدة. غريب إنك تلاقي فنان أو مطرب بيحصل معاه حادثة. غريب إيه يا عم، ده أمر عادي. هقول لك بيبقى غريب عند الناس لأن دايما الشخص المشهور للأسف الشديد هذه الشهرة بتكون نقمة في بعض الأحيان. شفنا الفترة اللي فاتت أكثر من فنان في نفس الشهر حصل معاه حادثة، وهذه الحوادث أدت في بعض المشكلات أو في بعض الأحيان إلى مقتل أشخاص، وده طبقا للقانون المصري تعد جنحة قتل خطأ بيعاقب عليها القانون. أنا مش عايز أطول عليكم، ولكن كان أهم شيء أو أهم حدث هو مقتل الفتيات في معدية أبو غالب. كان لازم ننزل قرية سنتريس في أشمون ونسمع شهود العيان اللي ربنا سبحانه وتعالى نجاهم من الحادث وطلعوا. على قد ما أنا مبسوط إن ربنا نجاهم، ولكن الفتيات دول يعني شافوا أحداث غريبة جدا. تخيل بنت بتموت وأختها جنبها بتقول لها شديني، فما بتقدرش وبتموت قدام عينها. مش هطول عليكم، تعالوا مع بعض نسمع التقرير ونرجع نكمل مع المستشار. عايزة حق أختي اللي قالت لي الحقيني وما عرفتش أعمل لها حاجة وقعدت. الله يرحمها روان، ظهرت بيت بقلب الحنين طيبه. في صدة المعدية والشباب بيزقوا في العربية قدام، العربية سقطت في البحر، فقام مدد إيديه وقام شدلها الطرح. من قرية سنتريس بدأوا الشباب والأطفال يطلعوا على أكل عيشهم كالعادة، وما كانوش يعرفوا إن اليوم ده هيبقى آخر يوم في حياتهم. اللي حصل إن أنا كنت مستني المعدية أما ترجع، ومحمد كان ركب على المعدية والعربية قبل ما يوصل للجرف بحوالي 4 متر. الشباب دول اتخانقوا معاه في صدة المعدية والشباب بيزقوا في العربية قدام، العربية سقطت في البحر. محمد كان نازل بيدافع عننا يعني لما لقى البنت بتتعاكس عندنا ماشي نزل دافع عننا، يعني ما كانش نازل. مين البنت اللي كانت بتتعاكس وبتتخبط؟ هي واحدة ما ينفعش ان انا اذكر اسمها عشان هي ماتت. ساعتها انا نزلنا ومحمد بقينا ننقذ في البنات اللي هم عايمين على وش الميه. اللي ماتت ديت قامت قايله له انت قليل الادب،
فقام مدد ايديه وقام شدلها الطرحه. انقذتوا كام بنت تقريبا من البنات؟ 9. بنت قامت قايله لمحمد، محمد نزل قام قايل له مش كده عيب، هي مش دي زي اختك؟ مين الشباب اللي كانوا بيتخانقوا مع محمد؟ سواق توريسيكل وسواق توك. مد ايديه بعد ما شدلها الطرحه قام لطشها بالقلم. دي شهاده حق قدام ربنا. وامسك مصحف واحلف على ان ده اللي حصل، ان ديت مش زي اختك وضربتها ليه؟ قام قايل له هضربك، انا ضربتها وهضربك انت كمان. اتكتروا عليه شويه ناس مسكوا محمد ضربوه. محدش فيكم حاول يصور الشباب دي او يعرفهم؟ قلت الكلام ده في النيابه؟ ده انا لسه ما رحتش النيابه. لسه ما رحتش النيابه؟ في النيابه لا. يعني اول لما العربيه وقعت محمد نزل، ده بعد ما اتهرس نزل ورانا بقى، هو ما بيعرفش يعوم، بس اللي بقت تطلع من قلب الميه تعوم كده على وش الميه هو بقى يشدها ويلحقها. هو محمد كان نازل يدافع عننا مش اكتر، عشان في بنت اتعكست في العربيه والواد شد الطرحه بتاعتها وضربها، فجت الشباب اتكترت عليه وقاموا زقين العربيه في البحر. يعني هم بالفعل كانوا بيزقوا في العربيه؟ ده بعد ما زنقوا محمد على العربيه كده وقعدوا واحد اللي ضرب البت ديت الله يرحمها قام قايل له هو انت بتتحمى في شويه البنات اللي شبهك دول؟ لو شوف بقى انا هعمل فيهم ايه. عايزه حق اختي اللي قالت لي الحقيني وما عرفتش اعمل لها حاجه واحنا في العربيه. ومعانا دلوقتي والد احدى الفتيات اللي يعني لقت حتفها في المعديه وشافت اختها قدام عينها وهي بتغرق، ويمكن شهادتها هي اللي غيرت الراي العام تجاه الموضوع وبينت للناس ان محمد خالد كان بيحاول ينقذ الفتيات. الله يرحمها روان، زهرة بيت القلب الحنين طيبه، الله يرحمها ويجعل بيتها في الجنة بحق النبي. الله ربنا يصبرك يا رب. يا رب. محمد خالد ذنبه ان هو نزل يحوش عن البنات كلها؟ محمد خالد عمره ما اتهمه بأي حاجة. أنا بتهم الستة اللي هم بتوع التوك توك والتروسيكل زي ما العيال كلهم قالوا اللي كانوا نجوا من المعدية. احنا نفسينا بس نسمع ان هم قبضوا على العيال دي، لأن دولت عيال طالعين ياكلوا عيش، مش طالعين ان هم يتخانقوا ولا بتوع خناق ولا بتوع مشاكل. اتعدوا عليهم ليه؟ وعشان محمد بيحوش عنهم. يقولوا له طب هم اللي انت محموق عليهم يزقوا العربية في البحر. هم شدوه علشان يطلع، عشان هو مش عارف يعوم، وهم بيشدوه لقى في ايده بت فشدوه هو كمان، البت طلعت عايشه فما عرفش ينزل تاني. انت شايفه ان السبب في موت اختك مين؟ طبعا هو كل شيء قضاء وقدر، بس انت شايفه مين المتهم الحقيقي السبب في موت اختك؟ زقوا العربيه وهم بيتخانقوا مع محمد. الشباب اللي زقوا العربيه وهم بيتخانقوا مع محمد. معدية ابو غالب دي واقعه ليها ظروف وملابسات تخرج عن نطاق كونها حادث سيارة قضاء وقدر. ده في عناصر مشتركة ما بين قائد السيارة وما بين قائد المعدية نفسها، وفي ظروف كتيرة يعني متداخلة مع بعضها في الواقعة دي. لكن لو الحادثة مجرد الحادث حادث سيارة ترتب عليه وفاة أكتر من شخص، فدي ليها عقوبة نصت عليها الفقرة الثالثة برضو من المادة 238 من قانون العقوبات. نصها كالآتي: وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكتر من 3 أشخاص. زي ما شفنا مع بعض شيء محزن جدا، وبتقدم من خلال برنامجي بخالص العزاء الأهالي الفتيات الفضليات اللي كانوا طالعين من بيتهم علشان يجيبوا 50 جنيه في اليوم ولا 30 جنيه حتى. بنت طالعة تشتغل علشان تساعد أبوها ده ممكن ما يكونش عنده ولد سند ليه بيساعده، بنته طالعة تشتغل كل ذنبها في الحياة إنها ركبت فقابلت حد مستهتر أو ناس مهملة فحصل اللي حصل. لا نلقي التهم على أحد ولسنا سلطة اتهام. هننتقل من الحادثة العادية العامة اللي ممكن تكون بتحصل كتير، ولكن دي كانت حادثة مفجعة بسبب عدد الفتيات وتفاصيل الواقعة. عندنا الفنان عباس أبو الحسن بعد قضية عصام صاصة أو حادث عصام صاصة اللي أنا الحقيقة مش هينفع أتكلم عنه
احتراما للمهنية واحتراما للآداب والأخلاق وكل شيء. بعدها بأيام حصلت الواقعة الخاصة بالفنان عباس أبو الحسن. إحدى السيدتين توفت، انتقلت إلى رحمة مولاها، والأخرى تعاني من إصابات خطيرة قد تتسبب في عاهة مستديمة. تعالوا مع بعض نشوفها قالت إيه ونرجع نكمل. موجودين النهاردة في منزل إحدى السيدات الفضليات اللي كان حصل لها حادث سير، وطبعا كلنا تابعناه الفترة اللي فاتت. احكي لي بقى ايه اللي حصل. انت طبعا زميلتك اللي كانت معاكي في الحادث توفت، صح؟ الله يرحمها. عادي يومنا زي ما بيمشي كل يوم عادي. بقالي 1.5 سنة بعدي من نفس الطريق، وهي معايا بقالها 5-6 شهور بنعدي انا وهي من نفس الطريق، مفيش تجديد في اي حاجة. هل هو كان ماشي بسرعة كبيرة علشان كده ملحقش يتفاداكم؟ أكيد لأن هو لو عنده مساحة إن هو يقف زي أي عربية كانت موجودة كان أكيد هيقف. ما أعتقدش إن هو يعني قلبه ميت لدرجة إن هو يقتل واحدة ويعجز التانية زي ما أنت شايف كده. طلعتي من المستشفى ليه؟ علشان هو قال لي مش هو كشخص، يعني المندوب اللي هو كان بعد هو قعد 4 أيام ما دفعش الفلوس للمستشفى. فطبعا جه امبارح قال لي بنتي انا دفعت لكم الفلوس اللي انتوا بتتكلموا عليها اللي هم 4 أيام اللي هو ما كانش دفعهم، يعني طبعا انا ما عنديش جهد ان انا ادفع مبلغ وقدره حاجه زي كده. فقال لها لو عايزه تقعدي اي يوم تاني في المستشفى ده على حسابك ويخصك، مش عايزه تعوضات ولا عايزه حاجه، انا عايزه اقف. انا امبارح جايبه روشته علاج بمبلغ وقدره، يعني الحمد لله على كل اللي يعني انا بحمد ربنا عامه. جايبه روشته علاج وش وظهر الدكتور كاتبها لي في المستشفى هناك. العقوبه في الحاله دي بتكون في حاله الوفاه الحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي الحالة الإصابة الخطأ نفس الموضوع، طالما إن الإصابة دي ناتجة عن حادث عادي ملوش أي ظروف ولا ملابسات أخرى، فبتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 1 سنة وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. مكملين مع بعض في برنامج مع المستشار. موضوع حلقتنا النهارده مهم جدا، وهو القتل الخطأ، وتحديدا القتل الخطأ الناتج عن الحوادث أو حوادث السير. ومعنا الآن على الهاتف الدكتور حسن أبو العينين، محامي الفنان عباس أبو الحسن، أفضل حد ممكن يكلمنا عن تفاصيل الموضوع. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. طبعا كلنا تابعنا الحادث من خلال وسائل الإعلام، وعرفنا ان الفنان مشكورا في اول ما حصلت القصه اخذ الناس على المستشفى ودفع لهم بالفعل تكاليف العلاج، وما سابش الناس ووقف معاهم لحد الاسعاف ما جات. ولكن تفاجأنا بعد ذلك ان الناس بتدعي او بتقول ان في 4 أيام في الاخر الفنان ما كانش عايز يدفع المصاريف، وبعد كده بعت مندوب ودفعهم وقال لو عايزين تكملوا علاج يبقى على حسابكم الخاص، واحنا ما معناش حتى ثمن العلاج. تعليقك ايه؟ ما فيش تعليق طبعا. هو يعني الفنان عباس أبو الحسن كان نزل بوست على صفحته الرسمية وذكر اللي حصل بالظبط، وقال ان انا دفعت كل الفلوس وقدم ونشر الفواتير بتاعتها، ووصلت المبالغ بتاعتها بحوالي 4 مليون جنيه. 4 مليون جنيه؟ وللأسف يعني هو من أول يوم والفنان عباس أبو الحسن لما كان في النيابة وأنا كنت معاه أرسل أقاربه وزويه وتواصلوا معاهم في سبيل إن هو يقدم يد المساعدة ليهم وينفذ طلباتهم اللي هم عايزينه. فهم طلبوا إن هم يتنقلوا مستشفى خاص، والراجل وافق ونقلهم مستشفى خاص في نفس اليوم.
وتكفل بدفع النفقات بتاعتهم. ولكن زي ما حضرتك طبعا عارف للاسف احد المجني عليهم السيده حسنى توفاها الله يرحمها ويحسن اليها. اللهم امين يا رب. والمجني عليها الاخرى السيده منال، الدكاتره قررت انها ممكن تغادر المستشفى وتذهب الى منزلها، وتم بالفعل وخرجت السيده. يعني هي خرجت يا فندم بناء على توصيه الاطباء، ولا هي حالتها صعبه فعلا وما ينفعش تخرج؟ هو حضرتك ينفع حد مستشفى تخرج حد منها من داخلها بدون تقرير من الطبيب وان هو اللي يشير الى الخروج؟ دي مسؤوليه. تمام. وسيادتك عارف طبعا، فما كانش ينفع انها تخرج، لا كلامنا ولا كلام اهليتها. طب لو الست تعبانه دلوقتي، هل الفنان عنده استعداد يستكمل معها العلاج؟ يا فندم احنا الراجل ما تاخرش في اي حاجه. تمام. وبيدفع وقال انا هدفع واللي هم عايزينه. بس طبعا يعني برضو في حاجه زي ما حضرتك قلت، هم خرجوا في بث مباشر وادعوا ادعاءات غير صحيحه. تمام. ما كانش ليها لازمه يعني. معلش خلينا نراعي ظروف الناس، وانا بشكر الفنان طبعا على استجابته وعلاجه ليهم، واتمنى الايام الجايه انه يكمل معاهم ان شاء الله. شكرا ليك يا دكتور. شكرا ليك. بشكر الدكتور حسن ابو العينين. وهننتقل دلوقتي لحاجه مهمه جدا، زي ما اتكلمنا وقلنا ان دايما الشهره بيبقى ليها ضريبه. ممكن شخص عادي يعمل حادثه بالعربيه وكلنا معرضين لده، ولكن لما فنان بيخطئ، خصوصا لو كان في طبعا عندنا تعاطي المخدرات او سرعه او رعونه، انا ما بتكلمش طبعا على الحادثه دي بالذات، انا بتكلم في المجمل، ولكن الفنان يعني اغلب التفاصيل اللي حوالين الحادثه بتقول انه عمل اعمال ايجابيه، فاتمنى ان هو يكمل فيها ان شاء الله. ودلوقتي هنشوف مع بعض انجاز في فقره طريق الخير ومكملين مع بعض. احنا مش عايزين حزن النهارده بقى. ربنا يجبر بخاطرك يا رب. والله العظيم انا كنت ضيعانه والاربع عيال اولادي دول، لولاش انقذتني والمصحف فعلا انقذتني فعلا ورجعتني لحياتي انا والله العظيم. يمكن اقول لك يعني انا حاولت ان انا اموت نفسي كذا مره والله العظيم. والله فكرت اخدهم ان احنا حصلت عندنا نفس المشكله دي، كان نفسي اخدهم وانزل الميه والله العظيم. وربنا لولاش الفيديو اللي شفته صدفه وبعت لك وما كنتش متوقعه، قسما بالله ما كنت متوقعه ترد عليا. يوم ما ردت عليا والله العظيم كان في فرحه ما تسحش الدنيا دي كلها، قسما بعزة الله والله العظيم بدعي لك وربنا. كنت واخده حكم 3 سنين نهائي وسبت البلد وجيت هنا اديلي سنه ونص كمان، وانا مش قادره اروح ولا اودي عيالي المدرسه. والله العظيم عيالي في الازهر في ثالثه ازهر، والله العظيم ما بتروح. يا رب يبارك لك، والله العظيم انت كسبت سواء فيهم وفيا قسما بعزة الله وربنا. انا عايزك الاول تهدي، صلي على النبي كده. معيط من فرحتي عليها افضل الصلاه والسلام، والله العظيم معيط من فرحتي وفرحانه ان انا شفت حضرتك. ده شيك بمبلغ 20,000 جنيه من خلال مؤسسه علي فايز الخيريه. انقذوهم قبل ما يحصل مشكله كبيره. عملنا حمله او مبادره كبيره اسمها انقذوهم، بفضل واحد احد. كل اسبوع تقريبا عندنا ناس بننقذها من الحبس، ودايما مترجتين او محددين السيدات الفضليات. والله الوقفه اللي وقفتها انا رحت الناس كتيره قسما بالله، لدرجه ان انا وطيت على رجل الناس وبستها. انا ضعت انا وعيالي اديلي سنه ونص، والله يعتبر سنه ونص في الشارع، ما حدش وقف جنبي غير الاستاذ علي، وهو لك الفضل الكبير قسما بالله والله ونعمه واكرم بك انت يا رب. بس ربنا يجعلك سبب ليا واكيد لناس غلبه تانيه كتير. دائما تمر الدقائق والساعات كأنها لحظات فينتهي الوقت، لكن لم تنتهي الأيام بعد، لأنه ما زال في حياتنا بقية. دلوقتي آخر فقرة معانا، وهي لقاء مهم جدا مع عميد كلية الحقوق جامعة طنطا. قبل ما اسيبكم تتفرجوا على هذا اللقاء المهم اللي بنتكلم فيه عن مستقبل طلبة كلية الحقوق والدراسات العليا وبعض القوانين وأيضا القتل الخطأ والعديد من الموضوعات المهمة، حابب أشكر المهندس عادل زيدان الراعي الرسمي لبرنامج مع المستشار
هذا البرنامج برعاية شركة أفرولاند للاستثمار الزراعي، مؤسسة علي فايز للمحاماة. السلام عليكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. مكملين مع بعض سلسلة لقاءاتنا المتميزة مع السادة المسؤولين. في يوم 2 أكتوبر سنة 1989 صدر القرار بتعيين الدكتور أسامة بدر معيدا في كلية الحقوق جامعة طنطا. وفي 28 مارس صدر قرار، ولكنه قرار جمهوري بتعيين دكتور أسامة بدر عميدا لكلية الحقوق جامعة طنطا. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ. بين هذه السنوات أكيد في محطات مهمة، ممكن نتكلم عنها باختصار؟ طبعا كان تكليفي في 2 أكتوبر 89. أنا كنت أول دفعتي، فكان التعيين وقتها قرار تكليف، فده كان بمثابة سعادة غامرة لي وتشريف لي. أنا كنت أتمنى هذا يعني أيضا من يوم ما دخلت هذه الكلية، ولذلك تمنيت بعد ذلك المحطة الحصول على الماجستير، وتمت ما بين جامعة طنطا وجامعة القاهرة، وكانت سعادتي بجامعة القاهرة قوية جدا، وخلصت الماجستير. بعد هذا التوقيت كانت المحطة الصعبة في حياتي إن جالي تعيين كوكيل النائب العام، صدر القرار في هذا التوقيت. تمام. واستلمت العمل بضعة أشهر، يعني لضغط من العيلة ليس أكثر، ولكن تمنيت إني أشوف الوضع إيه، ولكن فضلت الرجوع إلى الرحاب العمل الأكاديمي، لأني كنت على مشارف تنفيذ بعثة إلى فرنسا. فسافرت إلى فرنسا كإشراف مشترك، وحصلت على الدكتوراه ما بين جامعة رين في فرنسا وجامعة طنطا، إشراف مشترك. ثم بعد ذلك عدت إلى أرض الوطن، ثم بعد ذلك ترقيت إلى درجة الأستاذ المساعد في 2004، وحصلت على الأستاذية 2009. قبل حصولي على الأستاذية شرفت بتمثيل مصر كمعار في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وفي هذا التوقيت بقى الطويل في الإمارات عملت في الجامعة وتدربت، أو يعني تعاقدت أو تعاقد معي معهد أبو ظبي القضائي أيضا فيما يتعلق كمستشار قانوني وتدريبي وأكاديمي. وبعد ذلك حصلت على الأستاذية للمرة الثانية يمكن 2016 من جامعة الإمارات. ثم عدت إلى أرض الوطن وشرفت بقرار فخامة رئيس الجمهورية بتشريفي كعميد لكلية الحقوق جامعة طنطا. CV حافل ومشرف ما شاء الله. هذا اختصار يعني. ايه اول قرار اتخذه الدكتور أسامة يعني من اول ما بقى عميد، ولماذا؟ اول قرار كان قاب قوسين او ادنى مؤتمر الكلية السنوي، ففوجئت بان هذا المؤتمر كان مقررا له شهر مايو، وبالتحديد يوم 6 و7 مايو المنصرم. تمام. فوجدت يعني متابعتي للابحاث التي قدمت، وجدت انه لا، محتاج الى دعم. اول قرار اخذته كيف ندعم هذا المؤتمر، فمحتاج الى وقت، فقمت بتاجيله الى اكتوبر القادم في سبيل اني يعني اقوم بعمل تدعيم لمحاور المؤتمر ونشر ودعاية واستقطاب لعلماء أفاضل يستطيعون أن يدلوا بدلوهم في هذا المؤتمر ليكون مؤتمرا ناجحا ومؤثرا ومضيفا إلى الناحية القانونية والتشريعية، لا سيما بأن هذا الموضوع خطير جدا. صحيح. الآن فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وما إلى ذلك. فده كان أول قرار. السواد الأعظم من خريجي كليات الحقوق لما بيخلص بيصطدم بالواقع، فماذا قدمت كلية الحقوق جامعة طنطا من أجل هذه النقطة تحديدا يعني؟ ببساطة شديدة سنحاول أو سنبدأ وبدأنا، بس يمكن إحنا الآن في مرحلة الامتحانات، لابد من أن الطالب يبدأ يحتك بالواقع. كيف ذلك؟ عن طريق التطبيق. يعني لا نقتصر فقط على العلوم النظرية البحتة
ولكن القانون دراسة عملية من الطراز الأول، وكلية فكر من الطراز الأول، وكلية تعتمد على التفكير وكيف أنمي في الطالب الملكة القانونية، لا يكون إلا بالاحتكاك بقضايا واقعية وتدريبات عملية مع الجانب النظري. عندئذ لن يصطدم بالواقع، بل سيكون قادرا على التعامل مع الواقع. انا سمعت ان في يعني حاجه اشبه بمبادره او حاجه انتوا عاملينها تحت مسمى مستقبل القضاء او قاضي المستقبل. بالظبط، ده فيما يتعلق بالتدريب الطلاب من واقع قضايا عمليه حقيقيه على اللي بنسميها المحاكمه الصوريه، بمعنى ان الطلاب بيمثلوا هيئه الدفاع، وطلاب اخرين بيمثلوا المنصه هيئه القضاء، وطلاب آخرين يمثلوا المدعي بالحق المدني لو في. طيب لماذا سميت مستقبل القضاة؟ يعني لماذا لم تسمى مثلا محكمة المستقبل، محكمة مصر، بما اننا يعني بنمثل الدفاع وبنمثل القضاء، او سواء المدعي بالحق المدني او لو كان في متهم؟ ليه؟ يعني الموضوع ده استوقفني وانا بحضر الاعداد انا والاستاذ احمد. ده اسعدني جدا رؤية حضرتك، لان دي اعطتني فكرة اخرى كيف أعد الطلبة لقيادات قانونية. صحيح. وليس فقط فيما يتعلق بأنه يعمل في القضاء، لا سيما وأن خريج كلية الحقوق له مجالات عديدة جدا فيما يتعلق بالمحاماة، فيما يتعلق بالقضاء، فيما يتعلق كمستشار قانوني في جهات كثيرة ومتداولة في الدولة. ولذلك هذا يكون طريقه الدورات التدريبية التي ستتم للطلاب وللمتخرجين اللي بتؤهلوا حتى للعمل المصرفي، لأن ده جانب هام جدا بدأ القانونيين يهتموا به. صحيح. الآن وفيما يتعلق أيضا بجوانب أخرى عديدة فيما يتعلق بأن دراسة القانون شاملة المجتمع كله، لأن القانون هو الواقع. صحيح. وهو النظام في المجتمع الذي نعيش فيه، وأيضا في ظل استخدام التكنولوجيا والذكاء الصناعي اللي احنا شايفينه. احنا بندخل التكنولوجيا الحديثة، ولكن القصة بقى إن مضمونها أوسع في الدراسات العليا، فنحن بمثابة بدايات جديدة وبدايات قوية جدا إن شاء الله. يعني نقدر نقول إن الدكتور أسامة مهتم بتنمية البشر أكثر من تنمية الحجر؟ هذا هو هذا هو الإصلاح من تنمية البشر ومن تنمية المهارات. يعني الطالب الآن لا ينبغي أن يكون خريج كلية الحقوق فقط، ولكن ينبغي أن يكون مسلحا بمهارات تدريبية وبرؤى قانونية ورؤى استراتيجية ورؤى تكنولوجية. يعني مهارات يستطيع التعامل مع ليس الحاسب الآلي، دي خلاص دي من لا يتعامل معه هو في أمية، ولكنه صحيح هو في أمية يعني ثقافية، لكن لا، ينبغي أن يتعامل مع القوانين الجديدة. يعني مثلا إذا طرح عليه في المستقبل قضية خاصة بالروبوت الطبي اللي بيجري جراحات الآن، يستطيع التعامل معها، قضايا الملكية الفكرية، لأن في وظائف كثيرة ستندثر. صحيح. ومن ثم ينبغي أن يكون خريج الحقوق مؤهلا للتعامل مع كل ذلك. كيف يكون مؤهلا؟ بالإعداد، وبعد الإعداد وبعد التخرج بالتدريب. صحيح. وبالدورات التدريبية ستكون بمثابة تعليم وتعلم مستمر. تمام. ننتقل إلى نقطة أخرى مهمة جدا، ألا وهي انتشار الجريمة وبالتحديد حوادث القتل الخطأ، واللي بنلاقي أغلبها أو سببها في الغالب المخدرات. كيف ترى هذه الأمور؟ بصراحة لابد من الجزاء الرادع. بدون جزاء رادع لن نصل إلى حل. صحيح. ثم بعد ذلك المراقبات والكمائن التي تجرى في الطرق، والأهم من ده كله لابد أن يكون الجزاء رادع بقى، لأن القيادة فن وذوق. صحيح. كلمة جميلة جدا، وبنتقل من كلام سيادتك الجميل إلى تصريح أو بيان النائب العام اللي أعلم فيه أن مخالفات السرعة والتجاوز في مخالفات السرعة سوف تنظر أمام محكمة الجنايات. أؤيد هذا، بس وحتى كما سبق وكان السير عكس الاتجاه، لأنه هو نفس المنطق. يعني المنطق اللي بيه جعلنا السير عكس الاتجاه يعني جريمة، فأيضا
من واقع، ما هو القانون صدى للواقع. صحيح. وسعادة النائب العام عندما قال ذلك هو يرى كمية الحوادث الضخمة جدا واللي بيترتب عليها إزهاق لأرواح ناس آمنين يعيشون في أمان، وإحنا مصر تتميز بالأمن والأمان، يعني صحيح. نعيش بأمن وأمان. كيف لك أن تسير وتجد سيارة غير منضبطة وبسرعة جنونية لا يستطيع السيطرة عليها وتترتب على ذلك كوارث؟ صحيح. فأنا مع هذا الرد. ممتاز جدا. عايزين بقى ننتقل إلى نقطة مهمة برضو تانية، وهي فيما يخص الدراسات العليا. ماذا تقدم كلية الحقوق جامعة طنطا إلى راغبين في الالتحاق بالدراسات العليا وخصوصا المؤهلات العليا؟ أنا النهاردة درست إعلام أو درست أي كلية أخرى وأحببت أن أنا أنتمي أو أدرس حقوق، ماذا أفعل؟ والله أنت طرقت ملف هام جدا بالنسبة لي ومن أولوياتي، ألا وهي الدبلومات المهنية. وإحنا في سبيلنا أن احنا نحصل على قرارات وزارية، لأن دي لابد أن أعرض خطتي كاملة على قطاع التعليم القانوني في وزارة التعليم العالي لأي أحصل على الموافقات. ودي هامة جدا الآن، لأن لو جيت حضرتك للاستراتيجية أو الرؤية اللي بدأت بيها مصر في الإصلاح التعليمي كما تفضل فخامة الرئيس 2030، ستجد العبارات التعليم للقانون ولمن يريد. يعني نحن لا يكون فقط دارس القانون، بل القانون يكون الدورات التدريبية يعني نقدر عليها الدورات التدريبية، وساعتها يجي لنا أطباء، يجي لنا مهنيين من أماكن أخرى. أنا عايز أقول لمعاليك إن النقطة دي مهمة جدا كمان في فكرة أعضاء مجلس النواب. أنا بيجي النهاردة عضو مجلس نواب بيدخل ما بيكونش عنده دراية، البعض طبعا ما بيكونش عنده دراية بالقوانين والتشريعات، فمهم جدا ان انا يكون عندي في كليات الحقوق يعني دبلومات مهنيه، هيبقى شيء مهم جدا. بالظبط. فالدبلومات المهنيه هتفتح لي المجال قوي جدا لمن يعمل مثلا في الطب الشرعي من اطباء، لمن يعمل في المصارف صحيح وفي البنوك من غير خريجي كليه القانون. طيب بالنسبه للدبلومات الاكاديميه لخريجي الحقوق، وسؤال تاني انا اقصد هنا، أنا درست كلية معينة، عايز أدرس كلية حقوق، هل ده متاح؟ متاح فيما يتعلق بالانتساب العادي، بنسميه كده، وده موجود حاليا. وفي كثيرين على فكرة، لدرجة أنا قريبا وجدت دكتورة كلية تربية، دكتورة كلية ما شاء الله أسنان، خريجة كلية الآداب في اللغات، وخريجة كلية التربية بالذات في اللغات. أنا لو درست قانون ويعني إلمامي باللغة الإنجليزية أو بإلمامي باللغة الفرنسية مترجم قانوني بيفتح لي مجالات وآفاق واسعة جدا للعمل. فسؤالك مهم جدا، وبدأنا يعني في طرح رؤى لهذا، ولما يجي لنا الأوامر والقوانين التنفيذية سنبدأ في التنفيذ فورا. كل التوفيق إن شاء الله دكتور. نصيحة ذهبية يوجهها الدكتور أسامة بدر إلى طلبة كلية الحقوق وبالتحديد الفرقة الرابعة. الفرقة الرابعة وقتما تتخرج فببساطة شديدة معنى ذلك أنك تكونت لديك الملكة القانونية، بمعنى إنها في الكلية احنا ما بندرسش كل القوانين، احنا بنؤهل الطالب وفقا لنظام منهجي لأنه رؤيته القانونية تستقر، واللي بنسميها تكوين الملكة القانونية لديه. فأنت الآن تكونت لديك الملكة القانونية، عليك أن تكون وتستمر في ظل تعلم مستمر عن طريق الاطلاع، لأن القوانين تتغير مع تغير الواقع. صحيح. والقوانين ما يجيش بقى يجي لي قانون جديد أقول أنا ما درستوش، لا، أنت تكونت لديك الملكة القانونية وأنت مؤهل لتفسر. فنصيحتي لهم الاهتمام بالدراسات العليا، الاهتمام بالقراءة المستمرة، التعليم الذاتي، التعليم التعاوني، وفضلا عن كل ذلك عليهم أن يهتموا بإكساب نفسهم مهارات دائمة. دكتور أسامة بدر، قبل انتهاء عام 2024 ماذا يتمنى أن يحقق؟ على المستوى الشخصي؟ على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني. على المستوى الشخصي أتمنى توفيق الله لي فيما أنا مقدم عليه حقيقة والله. وعلى المستوى المهني أتمنى أن تحدث لنا نقلات نوعية، وأنا بدأت في هذا،
وربنا يعاونني ويساعدني على تطوير الدراسة في الكلية وتطوير الدراسات العليا، وأن نجعل من كلية الحقوق منارة علمية وتدريبية تشع على المنطقة كلها فيما يتعلق بما نحن فيه، تنمية مجتمع الجامعة وتنمية المجتمع المحب بنا ولمصر كلها طبعا. فنقول الشعب المصري فيما يتعلق بالشعب المصري: عليكم أن تعلموا وتتسلحوا بالعلم، وعليكم أن تعلموا يعني المعرفة، وده دورنا برضو في كلية الحقوق إن هنفتح معارف قانونية لهم، وعليهم أن يعلموا أننا في الطريق إلى مستقبل أفضل. يعني فلدينا يعني سلحوا أنفسكم ولا تستمعوا لما يقال، يعني مشكلة كبرى في الاستماع لما يقال. أما فيما يتعلق بفخامة الرئيس والأمر مرتبط أيضا، فهو شعبه واحد طبعا. فالرؤية الإصلاحية اللي أطلقها في 2018 وكان عجباني الكلمة، لم يقل تطوير التعليم بل قال فخامته، وكان في جامعة القاهرة وقتها، إصلاح تعليم. ودي فعلا من الأشياء اللي احنا حريصين عليها، وعلى كل مسؤول في مكانه إنه يصلح المنظومة التعليمية. تطوير بدون إصلاح ليس له أي فائدة. ودي لأنها محتاجة إلى رؤى وأفكار جديدة وتنطلق منها. يعني يا رب تكون رسالتي وضحت. يعني شرفتني وأسعدتني بهذا اللقاء في برنامج مع المستشار. سعدت جدا بلقائك. متشكرين جدا على حضرتك وشكرا جزيلا. شكرا ليك. شكرا. أعزائي المشاهدين، دائما تمر الدقائق والساعات كأنها لحظات فينتهي الوقت، لكن لم تنتهي الأيام بعد، لأنه ما زال في حياتنا بقية. هذا البرنامج برعاية شركة أفرولاند للاستثمار الزراعي، مؤسسة علي فايز للمحاماة. أعزائي المشاهدين، ألقاكم على حب، والسلام عليكم.